بسبب التعصب القبلي قتلني شقيقاي. كنت حاملا وأما لطفل عمره عام حين قام شقيقاي بقتلي عام 2020، وكان عمري 35 سنة. أنا فاطمة من الكويت، منذ زواجي من عامين، وشقيقني يهددان بقتلي رغم أني تزوجت بموافقة والدي، إلا أنهما رفضا هذا الزواج بحجة عدم تكافؤ النسب، لأننا من القبائل وزوجي من الحضر. في ذلك اليوم أتى شقيقي إلى بيتي وقام بإطلاق الرصاص علي، وبعد أن تم نقلي إلى المشفى بيومين، تسلل شقيقي الأصغر إلى غرفة العناية المركزة حيث كنت موجودة، وقام بإطلاق الرصاص على رأسي وأرداني قتيلا. تم القبض عليهما وتنازل والدي عن حقهما، ولكن المحكمة لم تأخذ به، وأصدرت حكما أوليا بالسجن المؤبد على شقيقي الأكبر وبالإعدام على شقيقي الأصغر.